بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. مرحبا بكم غالياتي في مطبخ أم صهيب. اليوم أختكم أم صهيب جبت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم جبت لكم كسرة تاع مطلوع أو كسرة تاع خميرة، تجيكم خفيفة كالريشة، تجيكم مقطنة يا البنات ومش كي الشهدة، تجيكم ثقبة كي الشهدة، تجيكم ريشة مع جميع أسرار النجاح. هذا الكسرة تاع المطلوع اللي ما تنجح لهاش الكسرة غير تابع هذا الفيديو من البداية للنهاية، راح نقدم لكم جميع أسرار نجاحها. جبت لكم هذا الوصفة بمقادير مضبوطة، وايضا راح توليو محترفين باذن الله تعالى. كي تشوفوا هذا الفيديو راح ديروا به حاله في شهر رمضان الكريم. كما نعرفوا كامل نحبوا الكسره في هذا الشهر الكريم، نرافقوه مع الشوربه. وايضا جبتها لكم بدون عجانه، غير باليد فقط. لاحظوا غالياتي كيفاش تجي الكسره تاعنا من اروع ما يكون. نبداو على بركه الله. لهنا في القصعه تاعي كيلت لهنا 4 كيسان تاع السميد اللي استعملته هو سميد البركه تاع 25 كيلو، يعني سميد متوسط مايل للرطب. انا لهنا راح ندير لكم 2 خبزات حبيبتي الكريمات، يعني كيله غير صغيره. زدت لهنا ملعقه كبيره تاع خميره الكسره او خميره الخبز. درت لهنا نصف ملعقه كبيره تاع سكر باش يعطينا هذاك الاحمرار للكسره تاعنا. ودرت لهنا ربع ملعقه تاع ملح، دائما مكيله بالملعقه الكبيره تاع الاكل. هذو هما النواشف اخواتي الكريمات. زدت لهنا شويه تاع سينوس وجلجلان مخلطين، يعني لكم الاختيار. ودرت لهنا ايضا 2 مغارف تاع الزيت. الدور تاع الزيت في المعجنات انه المطلوع نتاعنا ما يجيناش مطاطي، يعني يجينا هشيش ما شاء الله. نخلط كل شيء مع بعض هكذا نمروا الان الماء تاعي ايضا 2 كيسان. راح ندير الكاس الاول هكذا كما تشوفوا. الماء اللي هنا راهو دافي، يعني ماهوش سخون وماهوش بارد. كما نعرفوا هاد الايام راهو الجو بارد، يعني ديروا الماء دافي هكذا. انا درت راح ندير لهنا كاس ونصف تاع الماء. راح نعطيكم مقادير مضبوطه حتى في الماء. ندير كاس ونصف هكذا، ونبدا نلم العجين تاعي حتى يتلم. العجينه تاعي لهنا تجينا شويه ناشفه، يعني ما تجيناش جاريه. باش ينجح معكم المطلوع ويجيكم خفيف كالريشه، لازم في المرحله الاولى العجينه تجي شويه يابسه. نحطها لهنا على سطح العامل، وكما وريت لكم حبيباتي في الكاس هذاك خليت نصف كاس تاع الماء. نبدا نعجن هكذا غير شويه فقط، وهو العجينه تاعي راهي ناشفه، يعني من دقيقه الى دقيقتين كاول مرحله. نعجن شويه هكذا ونقطع العجين، نعجن ونقطع العجين كما قلت لكم مدة 2 إلى 3 دقائق بهذه الطريقة. بعد ذلك نبدأ نزيد الماء بالتدريج. تقدروا في هذه المرحلة ديروها في العجانة الكهربائية. انا لهنا تعمدت اني ندير باليد، خاصة الاخوات اللي ما عندهمش البيترا، يعني يقدروا يديروا هذا المطلوع. لهنا حبيباتي الكريمات كل مره نزيد كميه تاع الماء كما قلت لكم، هذاك النصف الكاس اللي خليته. نزيد غير شويه ونعجن، غير شويه ونعجن حتى العجين تاعي يتشرب لي هذيك الكميه اللي درتها. نزيد الماء حتى نكمل هذاك النصف الكاس تاع الماء كامل. هكذا نعجن ونقطع العجين تاعي كما تشوفوا. لازم نقطعه هكذا باش يجينا المطلوع تاعنا خفيف. يعني وصفة تستحق التجربة، وصفة أيضا سهلة مهلة، ما فيهاش مقادير بزاف، ما فيهاش أيضا تعقيدات. يعني تبعوا فقط حبيباتي النصائح اللي راني نقدم فيهم، بإذن الله راح تعودي محترفة في الكسرة تاع المطلوع، وتولي تعتمدي هذه الطريقة وهذا الوصفة بإذن الله. لهنا حبيباتي لاحظوا كيفاش نشف هذاك الماء اللي زدته، ونزيد غير بشوية، نزيد غير بشوية حتى يرجع الملمس تاع العجين تاعنا رطب، وايضا يتبدل اللون تاع العجين تاعنا، يرجع اللون تاعو فاتح. لهنا راني قريب نكمل هذاك الكاس غير بشويه فقط ونعجن. انا ما بغيتش ايضا نكوبي هذا المقاطع كامل باش تستفادوا منه، ولكن سرعت شويه في الفيديو فقط باش ما يجيكمش طويل وتملوا منه. انا راح نزيد ثاني الكميه المتبقيه بهذه الطريقه حتى نكمل الماء اللي عندي كامل، ويدخل هذاك الماء ايضا في العجين كامل. لنا حبيبتي كملت هذيك الكميه المتبقيه كامل تاع الماء، يعني نصف كاس كامل، حتى نتحصلوا على عجينه كما تشوفوا فيها راهي طريه وتتلاصق في اليد. ماهيش طريه بزاف كما تاع المسمن، وماهيش ايضا ناشفه، هكذا باش تجيكم خفيفه. لهنا جبت لهنا صحن لهنا او بانيوه، هذه دهنتها بكميه تاع الزيت، ودهنت ايضا يديه وحطيتها ونخليها تختمر مده 10 دقائق الى 15 دقيقه على حسب يعني المطبخ تاعكم. اذا سخن راهي بالخف تختمر، او اذا كنتوا في فصل الشتاء اكيد راح تحطوها بحذا المدفأة او بحذا الفرن بالخف تطلع معكم. لهنا بعد اختمرت هذه العجينه تاعي راح نحط لها شويه فقط هذاك الطلوع، يعني موش بزاف هكذا، ونقسمها الى 2 خبزات. لاحظوا
انا لهنا الكسور تاعي راح يجوني كبار، وانتم حبيباتي اذا بغيتوا ديروهم خبزات صغيرين تقدروا تقسموا هذه الكميه الى 3 خبزات. لهنا نلهوث هذيك الكره الاولى ونحطها لنا على المنديل تاع الكسره هكذا. نزيد نلم الكره الثانيه ايضا ونلم هذوك التشققات ايضا، ونزيد نحطها على منديل تاع المطبخ ونغطي عليها ونزيد نخليها تختمر، يعني مش تختمر، ترتاح فقط دقيقه واحده باش لما نعود نحل في هذه الكسره ما ترجعش معايا وتتحل بكل سهوله. لهنا بعد مرور دقيقه هكذاك بديت نحل في هذيك الكسره، يعني لهنا تبسطوها حبيباتي وكيما بغيتوا. اذا بغيتوا المطلوع تاعكم يجيكم رقيق رققوا مليح الكسره تاعكم، اذا بغيتوا تجيكم متوسطه ايضا خليوها يعني خشينه شويه على تاع الرخصيص. لاحظوا لنا يعني القوام تاعها كيفاش يكون، وايضا السمك تاعها كيفاش يكون. نزيد لهنا القرصه الثانيه بنفس الطريقه، نزيد نفتحها على هذا المنديل تاع المطبخ. لهنا نزيد نخليها يعني ترتاح مدة 10 دقائق أخرى. ومن جهة أخرى حطيت الطاجين تاعي يسخن على الطابونة. لما سخن نهز القرصة الأولى اللي كنت حليتها ونحطها هكذا مباشرة على هذاك الطاجين. أنا نفضل دائما الكسرة تاعي سواء تاع مطلوع أو تاع رخصيص نطيبه في الطاجين تاع كما تشوفوا تاع الطين. لما دير الكسرة تاعي هذا المبابل هذوما نحاول أني نفشهم هكذا باش ما تجينيش القشره طالعه على اللب. بعد ذلك نقلبها بهذا الشكل، يعني ما نقلبوش الكسره تاعنا حتى نشوفوها انها نشفت من الاسفل. نثقبها سواء بالموس او بالعود تاع بالكيردور او باي حاجه، ونبدا نحرك بهذه الطريقه. كل خطره نحركها هكذا يا البنات حتى تطيب مليح على وجه واحد وتعطينا اللون الذهبي كامل، يعني تطيب لي القرصه كامل. لاحظوا حبيباتي بعد ما قلبتها كاش طابت لي باللون الذهبي رائع. نزيد نحركها مع التحريك المستمر حتى تزيد تطيب لي من الجهه الثانيه. بعد ما تطيب لي الكسره تاعي اكيد راح نحوشيها على الحواف، يعني ما بين نحط الكسره تاعي ما بين الطاجين والطابونه حتى تتحمر لي مليح على الحواف. ونزيد لهنا نحط القرصه الثانيه ونحي هذه القرصه تاعي الاولى اللي كانت تطيب هكذا كما تشوفوا يا البنات. لهنا غالياتي كما تشوفوا هاي الكسره تاعي بعد ما طابت، يعني كما قلت لكم درت لكم زوج كسرات، يعني مقادير مضبوطه وايضا بطريقه جد سهله يا البنات، غير باليد فقط كما شفتوها. وتقدروا ديروا هذه المراحل كامل في العجانه الكهربائيه اللي ما تقدرش تعجن. لهنا راح نقسم معاكم وتشوفوا الكسره تاعنا كيفاش جات. لاحظوا غالياتي ايضا كيفاش طابت باللون موحد، لون ذهبي رائع جدا. لاحظوا حغالياتي يعني الكسره تاعي جات مفشفشه وجات خفيفه، جات ريشه كما تشوفوا، وجات مثقبه. لاحظوا حبيباتي الكريمات جات روعه، كل ما نضغط يعني تعاود ترجع كما كانت. هذا الدليل على انه الكسره تاعي جات خفيفه كالريشه. لاحظوا غالياتي ايضا نطبقها، كل ما نطبقها تعاود ترجع كما كانت. نتمنى ان شاء الله الفيديو تاعي تاع نهار اليوم ووصفتي تاع نهار اليوم تاع الكسره عجبتكم وتجربوها ان شاء الله، وراح تعودوا محترفين فيها تجيكم كي القطن. لاحظوا لهنا كل ما نضغط تعاود تطلع، يعني هذه الوصفه ناجحه 100%. اذا شفتوا الفيديو تاعي يستاهل جا ما تبخلوش عليا جا من الفيديو، بارطاج مع احبابكم واصدقائكم، ونقول لكم مع السلامه في امان الله تعالى. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفه جديده. نقول لكم مع السلامه ونتهلاو في رواحكم.